السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو قصير عشان نفسي انام النهاردة، وأسأل الله عز وجل أن يشفي الوالدة لأنها تعبانة. أسألكم الدعاء لها، يعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. سبحان الله، سبحان الله، الشخص اللي يصلي الفجر في جماعة والله في نعمة، والله في نعمة. حتى الأخت اللي بتقوم تصلي الفجر في جماعة لو هي طلعت بنقابها في البلكونة في اللي المفروض احنا في عز الحر الواحد يمشي في الشارع ولا يطلع في البلكونة يشم هذا النسيم الذي لم يختلط بعد بالذنوب، سبحان الله، تحس اللي هو ايه، في شيء من النعيم المعجل والله. سبحان الله، يعني اللي يصلي الفجر في جماعة فهو ايه، في ذمة الله يعني، وخير صلاة المرأة في دارها، فالله عز وجل يأجرها. فسبحان الله، حافظوا على صلاة الفجر يعني. السائلة بتقول لو في شخص سواء ولد أو بنت معجب بحد في نفسه بس ومفيش أي حد يعرف أي حاجة عن الموضوع خالص خالص، وبيدعي إن يكون الشخص ده من نصيبه، هل ده حلال ولا لأ؟ طيب، هو لو احنا بنتكلم على حكم شرعي، فالشخص لو معجب بحد من غير ما يعرفه، من غير ما يبقى فيه مخالفات شرعية، واحد شاف واحدة في الجامعة بتتقي الله عز وجل، بتلبس اللباس الشرعي، تصرفاتها من بعيد بدون أي دخول في تفاصيل شكلها، حد بالمواصفات اللي هو نفسه فيها، أو واحدة شافت واحد في الجامعة أو في الشارع بيتقي الله عز وجل ظاهرا، فدعوا الله عز وجل اللي هو يكون من نصيبه. اولا لازم الانسان يشترط، يعني الاصل ان مفيش اشكال، ولكن الانسان يشترط، بمعنى اللهم ان كان الخير في فلان فارزقه زوجا صالحا لي مثلا، ولكن يشترط، لان الانسان ممكن ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، فالإنسان يبقى هو بيدعي بحاجة معينة وهي عين الشر ليه، فالإنسان يشترط اللهم إن كانت فلانة خيرا لي فارزقني بها زوجة صالحة مثلا. مش اللي أنا أدعو أروح أقول ربنا يرزقني فلان زوج مثلا، لأنه ممكن يبقى وبال على البنت دي أو الزوجة دي، وبال على الشخص ده، فما يدعوش في المطلق وخلاص، ولكن يشترط. طب ده الحكم ده شيء معروف، يعني ممكن لو واحد عمل سيرش على الانترنت يطلع بيه. فانا ليه بجاوب على السؤال عن اللي انا ابعت بس الرابط بتاع الفيديو، لانها مش الفكرة اللي انا عايز اجاوب على السؤال ده كحكم شرعي وخلاص. اللي انا عايز اقوله يا شباب ويا بنات، معظم اللي بتشوفوه في الظاهر بيبقى شيء كتير جدا منه مش صحيح. عشان كده دايما بنذكر قول السلف: العين ترى ما لا تملك على غير أصل، فإن ملكته علمت أصل. الناس بتحاول تتجمل في الظاهر، تمام، بما فيهم أنا. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال قال خيركم لأهله. فلو عايز تعرف حد هو بالفعل شاطر ولا لأ، كويس ولا لأ، شوف تعامله مع أبوه وأمه، أخوه وأخته، زوجته وأولاده. هم دولت اللي لما يتسألوا ويزكوا شخص، هو ده الشخص المزكى. إنما فيما دون ذلك فالناس كلها تحسن اللي هي تتجمل في الظاهر. فما تربطوش نفسكم بمظاهر، ما تربطوش نفسكم واحد يبقى رابط نفسه مثلا بأحمد فتحي عشان أحمد فتحي. لا، أحمد فتحي ده ممكن يبقى إنسان ظاهره خير وباطنه شر. نسأل الله عز وجل أن يجعل ظواهرنا وبواطننا فيما يرضيه. فأنت ما تتعلقش بحد، وخاصة على السوشيال ميديا، وخاصة من الرؤية الظاهرة، لأنه ممكن يبقى أشر الشر.
فما تتعلقش بحد. والله ال 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 حصل رؤية شرعية وحصل خطوات، ده شيء جميل جدا، ولكن ممكن تلاقي نفسك تعلقت بشخص، الشخص ده اصلا عمرك ما هتناله. تمام؟ فالواحد يدعو بالزوجة الصالحة والواحدة تدعو بالزوج الصالح، يعني يبقى بيدعو في صلاتي اللهم ارزقني زوجا صالحا، اللهم ارزقني زوجة صالحة، بدون بقى تقييد وبدون بقى دخول في تفاصيل اشخاص. لان اللي بيحصل ايه بين الشباب والبنات، يعني هي الاخت اللي بتسأل دي ممكن ذكرت يعني ده جزء كويس قوي اللي محدش بيعبر، ده بعيدا عن دلوقتي بقى فيه الاكس والكراش، لا ده الناس بتعبر، وممكن البنت تروح تعبر باعجابها الولد، فده على الاقل ايه حد يعني ايه فطرته سليم. البلاوي اللي بتحصل ايه اللي احنا بقى اللي هو ايه الحب من طرف واحد، يا ربي بقى تلاقي القلب تعلق بحد معين وتعلق، والاوهام بقى مسكته، الاوهام حرفيا بقى ده لو ربنا بقى رزقني بيها زوجة، ده ايه الجمال ده انا هعيش حياتي بقى، ده مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وهي بقى تقعد تتخيل بقى في دماغها، وزوج بقى، وهنطلع تركيا بقى والمالديفز بقى، وهيبقى الحنين عليا واللي بيهزر معايا، وكل ده كلام ايه، انما يزينه الشيطان ليصرف القلب بتاع الرجل والمرأة عن الله، ودي من أكبر البلاءات، من أكبر البلاءات. فاهم؟ الله عز وجل في الحديث القدسي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك. تمام؟ فتلاقي للواحد سبحان الله بيعمل العمل وهو في قلبه ليس خالصا لله عز وجل، والتخيلات اللي بتمسك الإنسان دي تهلكه. فيجي بقى طبعا تلاقي مثلا الست دي تلاقي الراجل ده تزوج، او الزوج او الراجل ده يلاقي الست دي تزوجت، يا ربي تلاقي قلبه خلاص ما بقاش ملكه ودماغه ما بقاش ملكه، لدرجة ان انا اعرف رجال ممكن يبقوا متعلقين نفسيا وقلبيا بمرأة متزوجة. يا عم دي تزوجت خلاص الله يهديك، انت بتفكر في ايه اصلا؟ او العكس، واحدة متعلقة بواحد تزوج، فاللي هو قلبيا تاني هو ما يعرفش حاجة اصلا يعني هو لا هو يعرف حاجة ولا هي تعرف حاجة. فالناس ايه لا تعلق قلوبها الا بالله. والله لو في خير نسأل الله عز وجل ان يوفقنا اليه، ونركز في حياتنا وما نرتبطش بالناس عشان انا شفت حاجة ظاهريا، دي ما تمشيش كده. والله لو هو مثلا في رجل صالح تمام، وهو الاب مثلا عارف اللي البنت معجبة بيه، هو لو هو شخص صالح والاب يعني رأى منه ما فيه الخير من الذهاب الى المسجد والتناصح ولا مش عارف ايه، والله ممكن هو يروح يكلم الولد بنفسه، يقول له انا عندي بنت كذا 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 ومش عارف ايه، ويعرض عليه الزواج منها. تمام؟ ده جائز وعادي، ممكن الواحد يختار لبنته لو لقى واحد يستحق. تمام؟ انما دخول في حاجات فيها ارتباط قلبي غير مضمون بالمرة، كلها مخاطرة، والإنسان والقلب لو تعلق والله سبحان الله الشيطان بيزين له أمور كثيرة جدا تهلكه في حياتي، يبقى قاعد نايم واكل شارب، والله سبحان الله لو الشخص اللي قدامه ده حصل له حاجة تلاقيه هو بقى مش على بعضه، كرشة نفس وضربات قلب سريعة إيه في إيه؟ احنا جئنا هذه الحياة لكي يتعلق قلبنا بالله عز وجل. وتاني الأمور ليست على حقائقها، وإنما هي إيه؟ زينة الحياة الدنيا يزينها الشيطان لنا. والله لو الأمر شرعي نمشي فيه زي الفل وجميل مش عارف، غير كده لا تعلقوا قلوبكم بغير الله عز وجل، وانشغلوا بالعبادة ولا تنخدعوا بما ترونه من ظواهر الناس، لأن المشكلة دي كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا، وأهلكت قلوب رجال وبنات كتيرة جدا، وكثير جدا منها بسبب الاختلاط المحرم، الاختلاط في الجامعة والاختلاط في العمل والاختلاط في مسائل كثيرة جدا أدت لظهور مثل تلك الأمور. يعني نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهداية، نسأل الله عز وجل أن يعلق قلوبنا
به وأن يخلصها له. الدنيا قصيرة، والواحد لا يعلم كم يعيش فيها، فالله المستعان. يعني الإنسان لا المفروض لا يتعلق بإنسان، لأن الواحد شاف بلاوي للأسف يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.